اهلا وسهلا بيكم. معاكم دكتور مهتز مطر، دكتور في الحركه الاهتزازيه. في الحقيقه الموضوع ده بيفكرني بحكايه لطيفه جدا. كنت ساعتها عندي حوالي 7 أو 8 سنين، مش متذكر الحقيقه. كان في لعبه ساعتها مشهوره جدا ومسليه جدا، وهي لعبه النحله. يعني انا لحد دلوقتي محتفظ بيها لان هي ليها فضل كبير جدا عليا في اكتشافي للحركه الاهتزازيه. ففي مره وانا ماشي كنت بلعب باللعبه دي، وفجاه اللعبه وقعت مني. فانا لاحظت حاجه غريبه قوي. اللعبه بدات تتحرك في شكل دوراني بالمنظر ده، وبدات تلف وتدور حوالين نفسها. انا ساعتها كنت طفل، وحاولت ساعتها ان انا امسك اللعبه دي، بس هي كل ما كنت اجي وراها كانت تهرب مني بسبب الدوران اللي بتعمله. فاستنيت شويه كده وفكرت فكره، هو انا ليه ما استناش اللعبه عند النقطه اللي هي ترجع لها تاني بدل ما انا عمال اجري وراها؟ ففعلا نفذت الخطه وفضلت واقف عند النقطه دي، ولقيت ان اللعبه فعلا رجعت لنفس النقطه مره تانية. ومن هنا اكتشفت الحركه الاهتزازيه. والله انا اسمي الحقيقي معتز، بس من ساعه بقى ما اكتشفت الحركه الاهتزازيه واصحابي بقى، يعني الله يجازيهم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفيزيائي. من زمان جدا والإنسان كان بيحاول يفهم حركة الكون من حواليه، لأن تقريبا كل حاجة في الكون من حوالينا بتتحرك. ومن ملاحظته لحركة الكون لاحظ إن في أنواع كتير جدا من الحركة، زي مثلا الحركة العادية اللي كلنا متعودين عليها، وهي الحركة الانتقالية. من الآخر كده إن أنا عندي جسم بيتحرك من نقطة لنقطة تانية، زي مثلا لو أنت عندك عربية بتتحرك على الطريق، أو صاروخ طالع الفضاء، أو حتى كورة بتتحدف من مكان لمكان. بس مع مرور الوقت بقى اكتشفنا ان في انواع تانية من الحركة، وهي الحركة الدورية. الحركة الدورية ببساطة شديدة جدا ان انا عندي جسم بيتحرك وكل حاجة، بس الفكرة ان هو بيرجع دايما لنفس النقطة كل فترة زمنية معينة. الحركة دي ممكن تكون انت مش متخيل ان هي موجودة حوالينا، بس هي موجودة حوالينا في كل حتة. انت اصلا لو بصيت في نفسك هتلاقي ان في عندك حركة دورية. ابسط حاجة لما بتيجي تاخد نفسك، يعني اسمع كده، انت عمال تاخد نفسك كل فترة زمنية معينة، شهيق زفير شهيق زفير، وبتفضل تكرر العملية دي كل فترة زمنية محددة. حتى نبضات القلب بينقبض وينبسط، ينقبض وينبسط بشكل دوري. يعني حتى كمان روتينك اليومي، اكلك شربك نومك مذاكرتك، وانت بتروح الجيم مثلا تعمل رياضة، اي حاجة بتكررها على مدار يومك دي حركة دورية بتتكرر كل فترة زمنية معينة. يعني انت برضو ممكن تلاحظ الموضوع ده لو انت ماشي في الشارع ولقيت علم بيرفرف. العلم هو رايح جاي رايح جاي، هو عمال يعمل حركه دوريه. ده انت كمان حتى وانت قاعد على القهوه مع اصحابك ممكن تبص تلاقي الراجل بتاع الشيشه ماسك الطاسه بتاعت الشيشه وعمال يلفها عشان يولع الفحم. هو بيلف الطاسه، هو عمال يعمل حركه دوريه، لان الطاسه بتوصل لنفس النقطه اللي هي كانت عليها كل فتره زمنيه محدده. كمان صوتك وانت بتتكلم، انت عمال تضغط وتشد في جزيئات الهواء علشان صوتك ينتقل من مكان لمكان. حتى لو انت بصيت للكون حواليك بنظره اعمق شويه هتكتشف ان من اكبر حاجه لاصغر حاجه بتتحرك حركه دوريه، زي مثلا حركه الالكترونات حوالين النواه، واهتزاز الجزيئات نفسها في الماده، والارض وهي عماله تلف حوالين نفسها، والقمر وهو بيلف حوالين الارض، والكواكب نفسها وهي بتلف حوالين الشمس. يعني حتى كمان تلاقي النجوم نفسها بما فيهم الشمس بتاعتنا بتلف حوالين مركز المجره. كل الحركات دي حركات دوريه بتكرر نفسها كل فترات زمنيه معينه. وهنا بقى الفيزياء تبدأ تشتغل. ان انا عندي ظاهرة طبيعية عايزين ندرسها علشان نفهم ايه اللي بيحصل. هتلاقي ان احنا عندنا نوعين من الحركة الدورية، الحركة الاهتزازية والحركة الموجية. بس عشان نفهم الحركة الموجية لازم الاول نفهم الحركة الاهتزازية. ده لان الحركة الاهتزازية ان انا عندي جسم بيتحرك او حتى بيهتز في مكانه، بس الحركة الموجية ان انا برضو عندي جسم بيهتز وكل حاجة، بس الفرق ان الاهتزازات دي بتتنقل في اتجاه معين. وبالتالي عشان افهم الحركة الموجية لازم في الاول افهم الحركة الاهتزازية. دايما يا جماعة، ودي حاجة احنا محتاجين نتعود عليها، ان انا لما اجي ادرس اي ظاهرة طبيعية في الكون لازما ابدأ على ابسط مثال. وابسط مثال للحركة الاهتزازية هو البندول البسيط. طب تعالى بقى نشوف البندول البسيط بيتحرك ازاي، وازاي ان الحركة بتاعته اهتزازية. فانا لو بدأت احرك البندول ده هتلاقي ان البندول ده عمال يكرر حركته وبيوصل لنفس النقطة كل فترة زمنية معينة، يبقى على طول دي اسمها حركة اهتزازية. عايزين بقى نبدأ نفهم خواص الحركة الاهتزازية على البندول ده.
اول حاجه بالنسبه لك هي السعه. يعني انت لو بصيت على البندول هتلاقي ان ابعد نقطه هو بيوصل لها هي دي السعه. يبقى اذا السعه هي اقصى ازاحه بيعملها الجسم عن نقطه الاتزان بتاعته. الخاصيه الثانيه المهمه هي الزمن الدوري. هو بيبدا يعيد حركته في زمن قد ايه؟ يعني انا لو انا عند نقطه معينه هيروح ويرجع لنفس النقطه كل وقت قد ايه؟ يبقى انا كده اقدر اعرف الزمن الدوري على انه الزمن اللي الجسم محتاجه علشان خاطر يعمل دوره كامله. الخاصيه الثانيه المهمه وهي التردد. يعني من الاخر كده هو الجسم بيتردد بسرعه قد ايه على نفس المكان اللي كان فيه. يعني مثال بسيط، لو انا عندي البندول بيعمل 10 اهتزازات في الثانيه وبندول تاني بيعمل 20 اهتزازه في الثانيه، مين اللي تردده اسرع وبيعمل الاهتزازات دي بشكل اسرع؟ بديهي جدا اللي بيعمل 20 اهتزازه التردد بتاعه هيبقى اكبر من اللي بيعمل 10 اهتزازات بس. وبالتالي نقدر ان احنا نستنتج العلاقه ما بين الزمن الدوري والتردد، ان كل ما كان الجسم بيعمل الاهتزازات بتاعته في زمن قليل، يعني الزمن الدوري بتاعه قليل، كل ما كان التردد بتاعه اكبر لانه بيعمل الحركه بتاعته بسرعه اعلى. وعشان كده هتلاقي ان التردد والزمن الدوري بيعتمدوا على بعض بشكل عكسي، ان لو الزمن الدوري قل ده معناه ان الجسم بيهتز اسرع وبالتالي التردد هيبقى اكبر. طب افرض الزمن الدوري زاد، ده معناه ان الجسم بيهتز ابطا وبالتالي التردد بتاعه هيبقى اقل. وعشان كده لو ده زاد ده يقل ولو ده قل ده يزيد. وبالتالي نقدر نقول العلاقه البسيطه اللي بتربط ما بينهم هما الاثنين ان التردد بتاع الجسم المهتز بيساوي 1 على الزمن الدوري، وهو ده فكره التناسب العكسي. لحد دلوقتي ده كلام جميل جدا، بس تعالى ندرس الموضوع بشكل اعمق شويه. اكتشفنا من ملاحظتنا لأجسام كتير جدا حوالينا بتتحرك حركة اهتزازية إن معظمها بتتحرك حركة اسمها الحركة التوافقية البسيطة اللي هي السيمبل هارمونيك موشن. طب ما تيجي كده ناخد مثال عشان نفهم الكلام ده. يعني مثلا لو انا عندي زنبرك زي ده وبدات ان انا اسيبه بحيث ان هو يبدا يطلع وينزل زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان هو عمال يتحرك حركه اهتزازيه وعمال يكرر نفس الحركه بتاعته كل شويه، يطلع وينزل في وقت محدد. الجسم ده بيتحرك حركه اسمها الحركه التوافقيه البسيطه. تعال نشوف الجسم ده ازاي بيتحرك حركه توافقيه بسيطه وازاي نقدر نعبر عنها بالرياضه. لو احنا بدانا نبص على الزنبرك ده وهو طالع نازل، هتلاقي ان التقل اللي مربوط فيه عمال يطلع وينزل بشكل معين وعمال يغير الوضع بتاعه مع الزمن. فمثلا لو جيت بصيت عليه بعد فتره هتلاقيه في المكان ده، لو بصيت عليه كمان فتره هتلاقيه هنا، بعديها هنا، بعديها هنا، بعديها هنا. هتلاحظ ان هو عمال يعيد الحركه بتاعته بشكل منتظم جدا، بدليل ان هو رجع لنفس النقطه اللي بدا منها بعد زمن معين. لو حبينا ان احنا نوصل خط ما بين اول حركه لحد اخر حركه هتكتشف انها طلعت معاك بالمنظر ده. ايه ده؟ انت بتشبه على المنظر ده بالظبط، هو منحنى الساين. يبقى اذا الحركه الاهتزازيه اقدر ان انا اعبر عنها بمنحنى ساين. وخد بالك ده اكتشاف عظيم جدا لو انت لسه مش واخد بالك، ان انا كده قدرت ان انا اوصف الحركه الاهتزازيه بشكل رياضي. انا عايزك تتخيل معايا احنا عملنا ايه دلوقتي. احنا كنا قدام ظاهره طبيعيه قدرنا ان احنا ندرسها ونفهمها، ومش بس كده ده احنا كمان قدرنا نعبر عنها بشكل رياضي، وفهمنا ان الحركه بتاعتها بنقدر نعبر عنها بشكل منحنى جيبي، وهي ده التوصيف الرياضي المظبوط لاي حركه اهتزازيه، وبالاخص السيمبل هارمونيك موشن او الحركه الاهتزازيه البسيطه. وبالتالي انا كده اقدر اتوقع اللي هيحصل من قبل ما اشوفه وهو بيحصل اساسا. يعني انت لو جبت لي الزنبرك ده وبدات تحركه قدامي وقلت لي مثلا هو عند زمن ما هيكون موجود فين، من غير ما اشوف اساسا الزنبرك وهو بيتحرك هقدر ان انا ارجع للمنحنى الساين بتاعي وابص على الزمن اللي هو هيتحرك فيه وساعتها هشوف المكان بتاعه. يبقى انا كده قدرت ان انا اوصف الحركه الاهتزازيه البسيطه عن طريق ان انا اعرف الازاحه بتاعتها او المكان بتاعها، المكان بتاع التقل بتاع الزنبرك في اي لحظه موجوده عندك. يبقى بمنتهى البساطه اقدر اقول ان الازاحه بتاعه الجسم ده بعيد عن الموقع الاتزان بتاعه بتساوي دي نود ساين اوميجا تي، والتي ده هو الزمن. يبقى انا كده قدرت اجيب علاقه ما بين الزمن والازاحه اللي بيعملها الجسم بعيد عن موضع الاتزان بتاعه. بمعنى ان انا لو قدرت اعوض في اي تايم معين او في اي زمن معين باي زمن 5 ثواني 6 ثواني هقدر اجيب الازاحه بتاعتها من غير اساسا ما استنى ال6 ثواني دول. خد بالك ان الدي نود والاوميجا دول هم عباره عن خواص الحركه نفسها. يعني هتلاقي ان الدي نود دي هي السعه بتاعه الحركه. احنا لسه قايلين السعه هي المكان اقصى ازاحه يقدر يوصل لها الجسم بعيد عن موقع الاتزان بتاعه، والاوميجا هي 2 باي في التردد اللي احنا لسه متكلمين عليه، تردد الحركه الاهتزازيه. هو الجسم ده بيتردد على النقطه دي كل وقت قد ايه. يبقى من الاخر كده انا قدرت اعبر عن الحركه الاهتزازيه بمعادله بسيطه جدا، اقدر ان انا من غير ما اعمل الحركه الاهتزازيه او اشوفها اساسا هقدر
اقدر ان انا اعرف ازاحه الجسم بدلاله الزمن اللي هو موجود فيه، او اقدر اعرف هو هيوصل الازاحه دي بعد قد ايه من الزمن. وهي دي فكره ان انا قدرت اوصف الحركه الاهتزازيه بمعادله رياضيه. تاني برضه انا عايز اكد على معلومه ان انت لو بصيت على اجسام كتير جدا بتتحرك حركه اهتزازيه هتلاقيها بتتحرك حركه توافقيه بسيطه. يعني مثلا لو بصينا على البندول البسيط وهو عمال يهتز رايح جاي، هتلاقي ان الازاحه اللي بيبعدها عن موقع الاتزان بتاعته عماله تعمل منحنى ساين مع الزمن. وبالتالي انا مش محتاج ان انا مثلا لو جيت قلت لك هو عند زمن 9 ساعات البندول ده هيبقى فين، مش محتاج ان انا استنى ال9 ساعات، انا هروح لمنحنى الساين وابدا اعوض بال9 ساعات اللي هو الزمن بتاعي ده، هعرف بالظبط مكان الازاحه فين. وهي دي ميزه الرياضه، انها بتديني حاجه زياده، ان انا مش محتاج اعمل التجربه علشان خاطر اشوف بعينيا هو النتيجه ايه، لا ده انا بواسطه ان انا اعوض في المعادله او اعوض في الداله اللي عندي هقدر ان انا اجيب المكان او النتيجه اللي انا عايزها من غير ما اقعد استنى كل الوقت ده. مثال تاني، هو انا لو عندي برضو كوره عماله احركها بالمنظر ده، هي برضو دي حركه اهتزازيه لانها بترجع لنفس النقطه بتاعتي كل فتره زمنيه محدده. الكوره دي لو انا حبيت ارسم الازاحه بتاعتها بعيدا عن موقع الاتزان بتاعها مع الزمن، هتبص تلاقي برضو هي بتعمل منحنى ساين. او حتى الشوكه الرنانه، هتلاقي ان طرفين الشوكه الرنانه وهم بيهتزوا عمالين يبعدوا عن موقع الاتزان بتاعهم برضو بشكل منحنى ساين. في النهاية حابب أقول إن إحنا من خلال دراستنا للفيزياء قدرنا نفهم حاجات حوالينا ما كناش فاهمينها قبل كده، سواء الحاجات دي إحنا شايفينها حوالينا في الطبيعة أو حتى لو مش شايفينها. دراستنا للحركة الاهتزازية خلتنا نقدر نفهم نوع من الحركات إحنا ما كناش فاهمينه قبل كده، من أول حركة الإلكترونات والذرات لحد حركة الكواكب والنجوم والمجرات. في الأول وفي الآخر إن إحنا كل ما بنكتشف في الفيزياء أكتر كل ما بنفهم الكون من حوالينا أكتر، وبالتالي نقدر نستغل الطبيعة والموارد اللي ربنا خلقها لنا علشان خاطر نقدر نطور من حياتنا اكتر. اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تعمل سبسكرايب على القناه وتتابعنا على السوشيال ميديا علشان خاطر تقدر تتواصل معانا. يلا سلام. يلا يا جماعه بقى سطبوا لي اللوكيشن عشان نشتغل في الحلقه الموجيه.